حضرتك يعني بما ان حضرتك ذكرت او على ذكر التشريعات والرقابه، فهذا البرلمان يعني يقال بعض المحللين على مدار تغطياتنا وقبل، احنا بقالنا يعني شهور قبل الانتخابات واحنا الحقيقه بنبحث في هذه الامور، تشريع ورقابه، سن قوانين ورقابه على اداء الحكومه. وقيل ان هذا البرلمان هو من اخطر البرلمانات في مصر في الحياه النيابيه في مصر على الاطلاق. يعني من أين تأتي هذه الأهمية من وجهة نظرك؟ من وقت الرئيس عدلي منصور لغاية دلوقتي في مجموعة قوانين ضخمة أصدرها رئيس الجمهورية بصفته. تمام. وفي غياب مجلس الشعب هو بياخد سلطة إصدار القوانين. مرسوم بقوانين زي ما بيقولوا. مرسوم بقانون. مطلوب من مجلس الشعب إنه يدرس القوانين دي، وبعض الناس مش عارف قالت حوالي 450 426 يعني حاجة في حدود القانون. والدستور محدد لهم مدة 15 يوم الأولانيين 15 يوم الأولانيين إنه يبحثوا. من هنا بتيجي خطورته، من النقطة دي بالذات بتيجي خطورته، لأن في قوانين مثلا قانون التظاهر، قوانين خاصة بالاقتصاد، قوانين مهمة جدا. قوانين مهمة جدا. قانون الوظيفة المدنية الجديد ما بقول لحضرتك يعني ايه، في كم رهيب من القوانين. الفترة اعتقد انها مش كافية، وما اعرفش هيحلوا المعضلة دي ازاي. اللي سمعته هيوافق اجمالي، وبعد كده ان من دلوقتي في اللي هم الباحثين القانونيين في مجلس الشعب عدوا دراسات عن كل قانون، بحيث ان هم يدوا البحث بالقانون جاهز. بحيث ان هم يسهلوا عليهم. من اخطر ما يمكن، لان المجلس ده اللي المفروض هيوافق على قوانين الاستثمار الجديده. صحيح. من اخطر مجلس شعب في تاريخ مصر، هيقنن الدستور الجديد، لانه ممكن يدي موافقات على تحركات عسكريه صحيح. خارج الحدود تمس الامن القومي. تمس الامن القومي، يعني له دور رهيب جدا. فعشان كده نقول لازم اللي يخش يبقى عارف هو داخل يعمل ايه، على قدر المسؤوليه، او على قدر المسؤوليه. انت ممكن حضرتك اكون على قدر المسؤوليه، لكن ما عنديش الخبره والخلفيه اللي تخليني ادي قرار صح. ويكون في وعي بخطوره المرحله بالظبط. وخطوره الوضع عموما في مصر. دي اخطر ما فيها. ويمكن عشان كده انا حضرتك لو لاحظت وانا بهني، انا طبعا التهنئه للكل طبعا، بس طبعا يمكن اعتبروها تحيز شويه، ان انا بحيي يعني ان السيد اللي هو حمدي بخيت طبعا استاذنا واللي علمنا الاستراتيجيه والتكتيك والكلام ده. استاذ سمير غطاس طبعا له تاريخ طويل، وحافظ حماس والمنظمات الفلسطينيه بالكامل، لانه كان عايش في وسطهم، وكان عايش مع الرئيس ياسر عرفات الله يرحمه في لبنان، فملم بيهم تماما. فيعني اللي هو تامر الشهاوي طبعا راجل مخابرات عسكريه من الطراز الاول، كلهم هيبقوا اضافه، وده ركن احنا محتاجينه قوي في الفتره يعني احنا عايزين امثال هؤلاء كتير بالظبط في كل مجال، مش في المجال العسكري والامني بس، في كل مجال، خاصه الاقتصادي. صحيح. طيب لو سألت حضرتك ان شاء الله باذن الله البرلمان القادم هيدفع دفعا للامام في حركه التنميه وحركه النهضه في مصر الى اي مدى؟ هو ما قداموش حل غير انه يدفع للامام. ما قداموش حل غير انه يدفع للامام. النماذج المحدوده اللي ممكن يكون في دماغها حاجه كده ولا كده، اعتقد ان في توجيهات للاجهزه الرقابيه محطوطين تحت المنظار، اي خطا مش هيتم التسامح فيه. فاعتقد انا متفائل الحمد لله وباذن الله، وهتبان قريب النتائج يعني باذن الله ان شاء الله. سياده العميد